في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ممكن في سيدات وبنات كمان يتساءلوا، هو أي حد ممكن يجيله سرطان الثدي ولا في حالات معينة هم الأكثر تعرضا لهذا المرض؟ بصي، خلينا نبدأ إن أي حد للأسف ممكن يجيله كانسر في الثدي، بس في جروب أو في فئة بنسميها الأكثر عرضة أو اللي عندها ريسك فاكتورز بتخليها أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وبالتالي بنخليهم تحت المتابعة الدورية عشان تحسبا إن حصل حاجة نكتشفها مبكرا. اللي هم مين يا دكتور؟ نعم، اللي هم مين الفئة الأكثر تعرضا ليه؟ أهم فئة الجروب اللي فوق سن 40، لأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بتزيد جدا فوق سن 40، بتزيد من 1 في 2000 تحت سن 40 ل1 في 200 فوق سن 40. وده بيبقى خط فارق أو ريد لاين في نسب الإصابة، فبالتالي أي ست فوق سن 40 بندعوها إنها لازم تعمل متابعة دورية من غير ما تحس بأي أعراض تماما. بتروح كل سنة تعمل ماموجرام عشان تطمن إن مفيش أي مشكلة. كل سنة أي سيدة فوق سن 40 لازم تعمل ماموجرام، ولا طبعا لو بتعمل الفحص الدوري اللي هو الفحص الذاتي لوحدها في البيت ده يبقى يكفي؟ الفحص الذاتي لا يغني عن الفحص السنوي بتاع الماموجرام، لأنه اتفضلي يا دكتور. نستخدمه في تحت سن 40 شهريا، بحيث ان احنا نديتكت لو في اي مشكله نعرفها من بدري على طول. لازم يبقى روتين. ايوه صحيح. طب ايه الاعراض اللي ممكن لو الست حست بيها تقول لا انا محتاجه اروح، حتى لو ميعاد الماموجرام لسه ما جاش، لا انا محتاجه اروح افحص؟ طبعا فكره الماموجرام بتقول ان احنا ما نحسش باعراض فنكتشف بدري في المرحله 0 او المرحله الاولى. طب اهم عرض لازم لو السيده حست بيه ما تستناش على نفسها هو وجود كتله، واهم صفات الكتله دي انها صلبه ومش متحركه وما بتوجعش. فكره ان ما دام ما بيوجعنيش يبقى تمام، دي فكره خاطئه جدا ومنتشره في المجتمع المصري، لكن بتودينا في داهيه للاسف. يعني بتخلي يبقى الكشف عن الاورام متاخر، لكن عدم وجود وجع ده معناه ان العرض ده سيريس او جدي اكتر من ان يبقى فيه اوجاع ثدي بتروح وتيجي على حسب التغيرات الهرمونيه بتاعتنا.